الصيف بدا كيدخل وكلشي كيتشكى من الحرارة اللي زايدة وخصوصا الناس اللي كاينين في المناطق الصحراوية، ولكن مع هاد الفكرة الخوت راه بايبيا للصيف وما تحتاج حتى الكليمة. هذا راه كيسميوه العريش كيف ما كيقولوا ليه في السعودية. عندنا في المغرب راه كاين غير الطريقة مختلفة وبدائية، اما هادو راه طوروه. المهم في وسط الحرارة القاسية ديال الصيف بزاف ديال الناس كيرجعوا يبنيو هاد العريش اللي هو واحد الفضاء اللي بسيط ومفتوح، كيتصايب غالبا من السعف ديال النخيل ولا الحصير اولا الخيش. ولكن الجديد دابا هو كيفاش الناس طوروا هاد العريش بطريقة اللي ذكية وبسيطة كتخليه أكثر راحة واقتصاد في الماء. هاد العريش العصري كيتبنى على نفس الشكل التقليدي، ولكن كيزيدوا فيه نظام ديال التبريد اللي طبيعي كيخدم بالماء والخيش اولا الشمرتل كيف ما كنقولوا ليه، بحال دوك الخراشي ديال السكر القدام. فوق السطح كيداروا انابيب اللي مثقوبه كيتقطر منها الماء فوق هاد الخيش، وهاد الخيش كيمتص الرطوبه وكيبرد الهواء اللي كيدوز منه. والجميل في هاد الطريقه انهم دابا كيجمعوا داك الماء اللي كينزل من الخيش في واحد المجمع لتحت، ومن بعد كيرجعوه يطلع ثاني بوسط مضخه اللي صغيره وكيعاود يدور في النظام. هاد الطريقه ما كتخليش الماء يتبدر، يعني ما كتخسرش بزاف، والبروده كتستمر طوال النهار. هاد التطوير خلى العريش فضاء مريح بزاف بلا ما تحتاج لمكيفات وبلا ما تستهلك بزاف ديال الضوء ولا حتى الماء. والاجمل هو انه باقي محافظ على الروح التقليديه ديالو، ولكن بنفس عصري واقتصادي. اشنا هو الراي ديالكم في هذه الطريقه؟ ولكن هذه الطريقه راه تخدم بزاف الناس اللي كاينين في المناطق الصحراويه اولا في العروبيات. وهذه الطريقه اللي زوينه الخوت راه عندنا في المغرب وخصوصا في المناطق الصحراويه، والصحراويين راه غادي يعرفوا سميتها، واللي عرف سميتها يخليها لنا في التعليق. وراه هما كيخدموها بطريقه اللي بدائيه، يعني طريقه تقليديه بزاف. كياخذوا الفراش كيفزقوه بالماء وكيحطوه فوق هذا العريش.